السلام عليكم واهلا بكم. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض اون تارت بموس الشوكولاته بدون فرن، سهله ولذيذه جدا، نتمنى تجربوها. اول حاجه الطبقه الاولى عندي 200 غرام من البسكوي، اي بسكوي عندك في الدار يكون مرحي او مفتت، وهنايا عندي 90 غرام من الزبده المذابه. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحط الزبده مع البسكوي ونخلطهم جيدا مليح مليح باش كامل يعني القطع تاع البسكوي رايحين يتشربوا مليح الزبده. نخلطهم مليح. هنا خديت طبق التقديم لو بلات سيرفيس وحطيت فيه القالب مباشره. هنفرغ اذا الخليط الاول. بسم الله. ونسقمو مليح مليح، نمشيه جيدا ونضغط عليه باش ياخذ الشكل ويجي كامل بنفس الحجم. نسويه مليح بالظهر تاع الملعقه هكذا وندخلوه للثلاجه، نخليه يريح في الثلاجه وناتوندون نحضروا مع بعض لاموس وشوكولا. فوالا باش نديروا مع بعض لاموس وشوكولا عندي هنا 180 غرام من الشوكولا. انا عندي مزيج من الشوكولا بالحليب وشوكولا السوداء، ممكن نديروا غير الشوكولا بالحليب او الشوكولا السوداء وحدها تقريبا علبتين. وهنايا عندي ثلثين الكاس من بودره شانتي وثلثين الكاس من الحليب البارد. هنطلع على شانتي ديالي ونحط الشوكولا سواء في حمام مائي او في الميكرووند باش تذوب. بعد ما طلعت لا كريم شانتي وذوبت الشوكولا رايحه نفرغ الشوكولا المذابه فوق لا كريم شانتي. بسم الله هكذا نفرغه كامل، ما نخليش في الصحن، ونحرك بهذه الطريقه من الاسفل الى الاعلى حتى نتحصل على كريمه الموس بالشوكولا تكون متجانسه هكذا. ونفرغها مباشرة بسم الله فوق الطبقة الأولى. بزاف بنينة، سهلة وبنينة بزاف بزاف هاد لاموس. نمشيها جيدا هلا. وهنا حندخلها للثلاجة نخليها مينيموم يعني نصف ساعة قبل ما ندير الطبقة الثالثة اللي هي لا غاناش وشوكولا. إذا حبيتوها تجي اللون ديالها يكون داكن اكثر استعملوا فقط الشوكولا السوداء. كما قلت لكم انا استعملت شوكولا بالحليب اكثر من الشوكولا السوداء. نستعمل احسن لا سباتول باش نسويها مليح مليح وتجيني الطبقه كامل بنفس الحجم. باش ندير الطبقه الاخيره اللي هي غاناش بالشوكولا عندي هنا 80 غرام من الشوكولا السوداء تقريبا علبه و80 مليلتر من الكريمه السائله الطازجه. ممكن ما ديروهاش يعني تعوضوها بالدانات ولا لا كريم ديسير شوكولا، تذوبوا الشوكولا ديالكم في حمام مائي وتضيفوا دانات. انا رايحه نسخن الكريمه السائله نفرغها مباشره فوق الشوكولا وهي سخونه، نخليها واحد 2 دقائق ونحركهم جيدا حتى تذوب الشوكولاته ونتحصل على اون غاناش تكون متجانسه وتكون ملساء. هنا حنفرغها مباشره فوق لاموس وشوكولا. لا غاناش ماهيش سخونه مليح يعني راهي بدرجه حراره الغرفه ا تمبيراتور امبيونت. فوالا ونمشيها جيدا فوق لاموس. ندخل هذه التحليه للثلاجه ونخليها تريح جيدا. يعني اذا درتوها في الليل يعني من الاحسن ديروها في الليل، استعملوها لو لوندومان غد من داك، او ديروها مثلا الصباح وتستعملوها في الليل. لازم تريح في الثلاجه على الاقل 6 سوايع. ها هي التحليه اللي درنا مع بعض اليوم من بعد ما نحيتها من الثلاجه. الشكل ديالها رائع جدا والذوق ديالها بنين بزاف، نتمنى انها تعجبكم. رايحه نقسم لكم منها ان مورسو باش تشوفوها لداخل. ها هو الشكل ديالها من الداخل، شابه بزاف بزاف وبنينه بزاف، نتمنى انها تعجبكم. ها هي من الداخل.
ما نكذبش عليكم، يعني كنت رايحه نحبس الفيديوهات في اليوتيوب لاني لاحظت باللي ما فيش تفاعل في القناه، فكنت حابه نحبس. ولكن شجعوني بزاف اصدقاء في اليوتيوب، فنشكرهم بزاف. كل من شجعني عبر الصفحه ديالي في الفيسبوك، كسوا يعني ميساج بريفي ولا بوبليك، نشكرهم بزاف بزاف. فوالا، نتمنى تعجبكم الوصفه هذه، وما تنسوش تخليوا لي تعليقات لان تعليقاتكم تهمني بزاف بزاف. نشكركم نتوما ايضا مي شير زابوني، نشكركم بزاف. فاذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو هذه مع اصدقائكم، وشاركوا في القناه كي يصلكم جديد الوصفات. والى وصفه مقبله ان شاء الله، والى اللقاء.